أصدرت المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص في قضية الطفل شنودة، وده اللي جعل السيدة إيميل ميخائيل والدته بالتبني تنهار وتصرخ وتبكي بمرارة، وقالت: أنا عاوزة ابني. مش عاوزة حاجة تاني. عاوزة ابني. أنا عاوزة ابني. وأبدى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس حزنه الشديد كون الطفل لم يعود إلى أسرته واللي احتضنته وربته بعدما عثر عليه رضيعا داخل كنيسة. وكتب ساويرس عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وقال: قلبي مكسور على أهل الطفل اللي ربوه وخسروه في لحظة نتيجة وشاية شريرة. وشغلت قضية الطفل شنود الرأي العام في مصر وفي الخارج، وأغضبت الملايين، حيث تم إبعاده عن الزوجين المسيحيين واللي قاموا بتربيته بعدما عثر عليه رضيعا داخل كنيسة، وإيداعه في ملجأ، واعتباره مسلم بالفطرة.